السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم؟ هنتكلم عن موضوع مهم جدا 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 جدا. معاكم اخوكم في الله احمد ايوب، دكتور الصحة النفسية استشاري التحليل النفسي. الحروف دايما بتتلخبط. دكتور الصحة النفسية واستشاري التحليل النفسي. حلقاتي جميعا بتنزل على قناتي على علوم الحياة مع أحمد أيوب على اليوتيوب، قناة علوم الحياة مع أحمد أيوب. القناة دي خاصة بالوعي، مرجع ليك للعلوم، للتنمية، للتحليل النفسي. حاجات كتير جدا جدا هنتكلم عنها في القناة، بس في الحلقات دي بالذات هنتكلم عن الطاقة السلبية، وتعقيبا على حلقة اللي أنا عملتها مع إسلام عمر. هو برضو تخصصه استشارات صحة نفسية، وفي نفس الوقت هو باحث في علم الطاقة. فقال لي أحمد، طب إيه رأيك نطلع مع بعض حلقة نزلتها على الفيس، ونزلتها كمان على اليوتيوب في قناة علوم الحياة مع أحمد أيوب. يا ريت تسمعوها علشان هنتكلم عنها دلوقتي مع زميلة ومدربة، مدربة في التنمية، وعملت كذا محاضرات الفترة اللي فاتت عن العلاقات الزوجية والكلام ده كله على اليوتيوب برضو على الفيس. هتطلع نتكلم. قالت لي حاجة معلومة يعني هنسخن بيها الموضوع شوية. كان اتكلمنا ازاي نمسح الطاقة السلبية، فإسلام قال ممكن ملح الناعم. رديت وقلت لا، أنا يفضل إن الملح الخشن. الأستاذة والمدربة لميا سالم اللي هتطلع معايا إن شاء الله خلال دقايق قالت لي يا أحمد، في تعقيبات كتير، بس من أهمها إن الملح الصخري أفضل وأقوى من الملح الخشن العادي ومن الملح الناعم. طب الأول لازم أوضح، لأن أنتوا ممكن تكونوا متلخبطين شوية. الملح اللي في البيت اللي هو بتاع بونو، والملح العادي اللي هو ده اسمه ملح ناعم. الملح اللي احنا بنستخدمه ده اسمه ملح ناعم. بيعمل في الطاقة، بيمسح الطاقة السلبية ممكن، بس ضعيف. الأعلى منه الملح الخشن. الملح الخشن ده بيتجاب من أي عطار. أي عطار بيبيع الأعشاب أو بيبيع حاجة بتاعت العطارة، يعني بتاعت البهارات والكلام ده. طبعا مش هتلاقوه عند أي حد، هتلاقوه في الأماكن الكبيرة يعني، أو زي رجب العطار، زي المسميات الكبيرة. ف طيب الملح الخشن ده عبارة عن ايه؟ حبيبات كده تمسكها كده بايدك، بتحسها مش ناعم بيفرك، لا الحبايه تقيله. ده الملح الخشن. الملح الخشن ده المفروض بتمسح بيه الاماكن. بتحط جزء منه في كوبايه غير مستعمله في ركن من اركان الاوضه، ويفضل في جميع الاركان. بعد 3 ايام بالظبط بتمسح الملح او بتشيله يعني. عندك الطريقة الأولى إن أنت بتجيب الملح الخشن، تجي تحط شوية وتحطهم في الأركان. طيب أنا دلوقتي أنا راجل فييس وجبت كوبايات إزاز، فأنا أجيب كوبايات إزاز صغيرة غير مستعملة وأحط فيها شوية ملح خشن وأحط في الأركان. المفروض إن الملح بيتغير كل 3 أيام. أنت لوحدك أنت هتحس بتغيير المكان كله، ولوحدك هتحس بتغيير نفسيتك وحالتك الجسدية والذهنية. في نقطة مهمة جدا جدا جدا. من فترة طويلة يعني الحمد لله بيستشيروني زمايل ومعارف وصحاب، غير بقى الجلسات الطبيعية مع ناس أنا معرفهمش وكده. فجات لي مشكلتين 3 من حوالي شهر بالنص كده، في مشاكل كتير. فكان أول سؤالي، الأستاذة رشا محمد بتقول أنا جربته وفعلا في فرق. لا، في فرق كتير كتير. حتى وانت نايمة بتجيلك كوابيس، حطي شوية ملح تحت السرير عندك، هيفرق كتير جدا، وخاصة في الأركان. حتى لو ركن مكسور في الحيطة، بمعنى في عمود في النص، تحط. مفيش اي تأثير سلبي، مفيش اي حاجة غلط، مفيش اي فيها قرآن، مفيش الكلام ده كله، لان ممنوع انك تحط اي عشبة او مية فيها قرآن على الارض. ده توضيح بس عشان في ناس جهلة كده.
وهناك فرق ما بين ان انا اقرا على الحاجه قران، وان انا يعني ايه، استبارك بيه. يعني ايه؟ انا دلوقتي بعمل الاكل، او انا بمسح المطبخ، او انا بعمل اي حاجه، فانا بتبارك بيه، فبقول بسم الله الرحمن الرحيم، فبفرح كده وبسبح وانا بعمل الاكل ده اسمه بتبارك. غير اما انا مثلا اجيب كوبايه الميه نفسها واقرا عليها الرقيه، يا اما اشربها او ان انا استحمى بيها مثلا. الميه اللي انا بستحمى بيها او الميه اللي انا ما تقعش على الارض، تقعد يعني خلاص استحميت بيها او غسلت بيها شعري لاي سبب، اقوم حاطط الميه في زرعه في اماكن ما يمشيش فيها بشر. الاستاذه لميا دخلت اهو، وانا على فكره بعتلك دعوه، لو هتلاقي في جمله يمكن الاستضافه يعني تنضم ليا، ادخلي يا استاذه لميا ودوسي عليها، وانا هوافق ان شاء الله ونتكلم ان شاء الله في الموضوع. نكمل كلامنا. مفيش ميه مع ماريه عليها قران او اي حاجه ماريه عليها قران وتبقى تتحط على الارض او في اماكن يمشي فيها بشر. في فرق ما بين ان انا استبارك بالقران وان انا اقرا على اي حاجه فيها قران. الملح الخشن يا جماعه ما بيطريش عليه حاجه، هو لوحده كده ربنا يعني مديله الطاقه الايجابيه، فبيمسح الطاقه السلبيه في المكان وفي الشخص نفسه. ايه بقى المعلومه اللي انا عايز اقولها لكم؟ بقالي فتره، بقول لي شهر مثلا، بتجيلي مشاكل، ناس فيها عندها مشاكل في البيوت. فاول حاجه بقولها لهم، اولا صور فيها اشخاص يعني فيها بني ادمين تتشال، دباديب وتماثيل بتحطوها كديكور تتشال. طيب في حاجه مهمه جدا، المرايه. المرايه يا جماعه بتسبب طاقه سلبيه للمكان والاشخاص اللي موجوده في المكان، خاصه وهم المرايه اللي موجوده في اوضه النوم. يا استاذه لميا انا بعت لحضرتك والله. طيب ادوس اضافه كده يمكن اهو بعتلك جرب ان شاء الله. المرايه يا جماعه بتسبب الطاقه السلبيه بشكل طبيعي، يا جماعه تغطوها. الاول نرحب بالمدربه لمياء سالم، مدربه في باحثه كتير جدا في علوم التنميه والعلاقات الزوجيه، وبتتكلم كتير جدا الفتره دي عن العلاقات الزوجيه والعلاقات الاسريه، وهي مدربه في التنميه البشريه. اتشرفت بيكي حضرتك، اتفضلي. ازيك يا دكتور احمد؟ اتشرفت بحضرتك جدا، كملي. ربنا يخليك. يبارك فيكي. مم. الموضوع اللي بتتكلم فيه فعلا موضوع شيق ومهم جدا ومفتوح، يعني واسع، بحوره واسعة فعلا واللي يهتم بيه هو شيق شيق يعني بجد. الحمد لله. فأنا هعقب بس على كذا حاجة كده حضرتك اتكلمت عليهم. أولهم الملح الصخري، والملح الصخري بيفرق تماما عن الملح البحري. تمام. 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 الملح الصخري هو اللي بنستعمله في العلاجات وعلاج السحر والطاقة السلبية والحوارات دي كلها. بنستعمل الملح الصخري. مفيش ملح صخري، بيكون الملح الناعم بتاعنا اللي هو بتاع الأكل العادي. دي نقطة. لكن الملح الصخري طبعا هو الأقوى يعني. طب في نقطة ثانيا، حضرتك، الملح الصخري هو الملح الخشن ولا ده حاجة وده حاجة؟ ما هما نوعين، هما الاتنين ملح خشن، بس في الملح البحري منه وفي الملح الصخري. انت لما بتروح عند العطار، والمفروض يكون عطار يكون موثوق فيه، بتقول مهم. له انا عايز صخري، هو مهم. بيبقى حاطه في كيس كده ومقفول، يعني مش يعني هقول لك ايه، ما بيبقاش سايبه سايب. بالملح الصخري بالاخص بيبقى معبيه في اكياس، لان الملح الصخري لو ساب ما للهواء، اولا بيمص كل الطاقه السلبيه. فانت لما تيجي تاخده هيكون طبعا يعني شبعان طاقه سلبيه. فالملح تمام. الصخري لما تروح وتلاقيه بياخد لك من حاجة مفتوحة، لا استوب، ما تاخدهوش. لكن لو حطه في اكياس والاكياس مقفولة ومحكمة، تمام، خده، ده خده، لان ده خلاص كده هو ما يعني مهم. مقفول عليه ومضمون يعني. تمام. يعني دي طاقته حاجة الإيجابية ثانيا. كاملة يعني. تمام. بالظبط. مش ما اكتسبش اي حاجة من الطاقة السلبية اللي موجودة حواليه. ثانيا، في حالة مم. الأرق
آم، شفت الملاية، ما بين الملاية والمرتبة بترش بترش حبة ملح من اللي هو الناعم بتاعنا، بترشه على المرتبة، بترشه على مم. المرتبة نفسها. وبعد كده تمام. بتفرش الملاية كل 3 أيام بتغيره، بتلمه وبعدين بترميه في مكان يكون بره البيت. ثانيا يكون مثلا جنب جدار أو حاجة اللي هو محدش هيعدي عليه. طب وليه يعني انا هرميه بره البيت ليه؟ يعني ما هو مش مالع عليه عشان قرآن فممكن احطه. لما ترميه تاني جوه البيت، ما هو الملح ده لم الطاقة السلبية، لم الطاقة السلبية اللي هي موجودة في جسمك اللي هي مسببة لك الأرق. هتروح ترميه تاني في البيت اللي هي ترجع لك تاني، فبتضطر انت لا لا، تتخلص منه بعد 3 أيام، بتتخلص ممكن منه بره احط البيت تماما. ممكن احط حبيبات صغيره كده بين الملايه والمرتبه، ده كتر الكوابيس والارق والكلام ده كله، وبعدين المهم احطهم في الزباله مثلا وارمي الزباله بره. ده الصح ولا ايه رايك؟ لا، مم. احتراما للحاجة اللي انت واخدها علاجيا، ما ينفعش ترميها في الزبالة. يعني ما حتى ينفع. لما تيجي ترميها في مكان متداري، وفي نفس الوقت هتسمي وانت بتحطها، مش اللي هو هتحدفها، هتسميها احتراما للشيء اللي معاك. تمام تمام. تمام تمام، حلو جدا. اه. ثانيا ورق الغار، ورق ورق ايه؟ الغار، الغار اللوري. الغار ولا ورق كانوا اللي هو العلاج اسمه اوراق في ورق كده بيتضرب بزلطتين، عارفاه لا، حضرتك؟ هو ورق اللوري اللي بالعادي اللي بنحطه على الشوربة بتاعتنا والحاجات دي، او اسمه في البلاد العربية اسمه ورق الغار. اوكي، عندنا احنا في تمام مصر بنسميه الورق اللوري. بتجيب تمام ورقة او تمام. 2، بتجيب يا ورقة يا 3 يعني فردي، يا ورقة يا 3، بتحطهم برضو تحت المخدة عندك. مم. وده برضو بيبقى كويس برضو، بيساعدك في عملية النوم. ودي انا حاجة انا نفسي يعني بعملها. طب وفي لو حلو. ببقى متضايقة، بروح اولع ورقة واشم الدخان بتاعها اللي طالع منها، الورق اللوري. لو انت متضايقه، اه. حلوه الفكره دي، فكره جميله قوي، غريبه شويه بس جميله جميله. ولو تعرف، لو تاخد بالك في البخور، البخور اللي بتروح تجيبه من عند العطار بيبقى مطحون معاه ورق لوري. يعني الورق اللوري بيساعد على تهدئة الأعصاب كده، يعني حلو جميل. هو ورق الرولي هو ورق الغار، بس ده في مكان مسمى وده بمسمى تاني، صح؟ الغار في الدول ايوه، العربية اسمه ورق الغار. هم الاثنين واحد يعني. هما الاتنين واحد. تمام تمام، كملي حضرتك. في بقى تعقيبا على ان حضراتكم كنتوا بتتكلموا في الاخر فيديو، بتتكلموا ان مفيش اسحار والجن والحوارات دي. الحاجات دي موجودة ومذكورة، والاسحار موجودة، والأذى موجود. ويمكن في الآونة الأخيرة بنشوف كمية الفيديوهات اللي بتيجي من شيوخ بيطلعوا أعمال مدفونة في المقابر. ربنا يحفظنا ان شاء الله ويعافينا انا وانت وكل زينا. يا رب يا رب. لكن الحاجة دي موجودة، والحاجات ديت بتضرب المؤمن الضعيف، يعني بتستهدف المؤمن الضعيف. لكن لو المؤمن القوي بيبقى عارف ان الحاجات دي موجودة، لكن محصن نفسه بالأذكار الصباح والمساء وذكر الله على طول في لسانه والكلام ده كله، حتى لو اتأذى مش هيتأذى بنفس هو أولا محمي من ربنا في الأول وفي الآخر. يعني إذا اجتمع كل الناس إن هم يأذوك، مش الناس اللي بتأذيك، ربنا هو اللي أمر بكده. تمام. طب فإن كان فإن كان الأذى بسبب الإنسان، هو ربنا أمره، هو ربنا سخر البني آدم ده إنه يأذيك في الوقت ده، علشان ربنا إذا حب عبد ابتلاه، هيشوفك قد إيه مصدر، يعني قد إيه قوة تحملك وقوة صبرك وقوة شكرك، وقد إيه سعة صدرك للمحنة اللي أنت فيها. طيب تمام. بالنسبة للناس اللي بتصلي أو بتذكر ربنا أو بتسبح أو بتصوم وبرضه مأذيين، إيه السبب؟ يعني تفتكري ده سببه إيه؟ هل ده ابتلاء، ده ابتلاء شديد؟ يعني أنا بلاحظ إن في ناس فعلا عاملة كل المحصنات، بتقرأ قرآن وبتصلي وبتصوم وبرضه مأذيين. أي كلمة بيتحسدوا عليها، أي تصرف، الكلام ده كله، الحسد حقيقي والسحر احنا يعني.
احنا في الاول وفي الاخر احنا بني ادمين، والبني ادم ما هو الا طاقة. تمام. تمام. واي بني ادم مهما كان بيجي عليه نقاط في اوقات بيبقى ضعيف. ضعيف، تمام. مش ضعيف الشخصية، ضعيف الطاقة، طاقيا ضعيف. طاقته بقى بتخلص، ظروف الحياة بتستنزف من طاقته، ضغوط، مشاكل، فبتاخد من طاقته. مهم. فلما تيجي حاجة زي كده بتستهدفه، هي ممكن تكون الحاجة دي معمولة له مثلا بالإبادة، بالموت، اعوذ لكن بالله، علشان ربنا هو يحفظك. عشان هو مثلا عنده قوة إيمان جامدة ويقين بالله، وإن مفيش مهما اجتمعت الناس كلها عن إن تأذيك مفيش غير بأمر ربنا هيحصل ده. ف ف فربنا بيسخر له اللي يفك له الحاجة اللي زي كده. لكن الأسحار الحمد لله. موجودة، الطلاسم ربنا موجودة، يحفظك. الجان ربنا يحفظك. اللي بيسخر من قبل السحرة موجودين، وبيساعدوا الساحر في اللي بيحصل، وبيجيب له أخبار عن الشخص المسحور وحاجات كتير كده. عالم الجان ده عالم واسع. ربنا يا رب يعني يحفظنا. هو في امين يا الأول رب. وفي الآخر هو مخلوق زينا بالظبط، واحنا اقوى. احنا اقوى بايماننا وباستعاننا بربنا طب وبديننا هل وبقراننا. احنا اقوى، هل احنا اقوى منه بكتير. طبعا، هو طبعا، 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 هل في اي هو ضعيف. تعقيب تاني خاصة في الحلقة بتاعت انا واسلام عمر؟ كنا بنتكلم عن الطاقة السلبية والجان والشيطان والكلام ده كله. برضه يا جماعة اللي الطاقه ما شاف. السلبيه، في حته حضرتك قلت دلوقتي على ان الميه المقروءه، الميه المقروءه عليها آم، آم، ممكن تترش في الاركان، اركان البيت، لكن ما تنزلش في الارض. يعني ما تبقاش معرضة ان حد يدوس عليها، لكن ممكن الركن كده بتاع كل زاوية عندك في البيت ممكن بترش على الحيطة بس احنا ما بإيدك نقراش كده. قرآن، زي ما قلت لك ان انا ارش بس شوية ملح، زي ما انا قلت من شوية. بلاش مش نقرا عليها قرآن عادي يعني. لا، بيتقري عليها قرآن وبترش في أركان الشقة، في الأركان على الحيطان، في الأركان على الحيطة. زيادة، بص، زيادة زيادة لمسح الطاقة السلبية، ولا يصح إن أنا أقرأ عليها قرآن؟ لا، في حالات العلاج الشيخ بيبقى قارئ لك ميه مقروء عليها قرآن، آيات معينة، وبيقول لك تشرب منها، وفي نفس الوقت بترمي فيها في أركان الشقة، لأن الجان بيكون آه اللهم احفظنا، بيكون موجود في الأركان. هو آمين يا رب. بيبقى موجود ربنا يحفظنا في يا رب. الأركان، ربنا ما بيعيش مم. بيبقى لابس كده في الركن، سواء بقى فوق او تحت، هو بيبقى موجود في الاركان. لما انت بترش الميه المقروء عليها القران بتحرقه. تمام. ربنا يعافينا يا رب. ربنا فدي يعافينا ويرفع عننا دي الأذى. في علاجات دي في حالات العلاج، دي في حالات العلاج. تمام. بترش كمان، بتمسح الشقه بميه بملح، اللي هو أستاذة رامية، ناعم. اتفضل. الصورة وقفت شوية. كنت كنت بتقولي إيه من شوية؟ معلش عيدي تاني آخر جملة. اشتغلت كده معاك. يعني تمام كده. كنت بتقولي إيه بقى؟ يعني إيه يعني نقرأ عليها قرآن ونرش مية وبعدين؟ بترشها في الاركان. تمام، وإيه بص تاني؟ بص يا دكتور احمد، اوقات بتبقى قاعد كده في الشقه، تحس ان الشقه مخنوقه، تحس ان الشقه ضيقه، تحس ان انت مش مبسوط. تيجي مهم. تفكر في اسباب، ما فيش اسباب قدامك واضحه. بيبقى المكان فيه طاقه سلبيه، والطاقه السلبيه بتكون يا منك، يا من حد زارك وشحن المكان وشحنك طاقه سلبيه. آه، يعني هي طاقة، هي طاقة ما بتجيش من المكان، هي بتيجي من الأشخاص، إن سواء كان منك أنت جبتها من بره وأنت جاي، يا إما حد زارك مشحون بطاقة سلبية. طيب، هل أستاذة رامية، فاهمني كده؟ طيب هل فاهمني كده؟ الطاقة السلبية، أنا دايما كنت يعني اتخانقت مع مدربة قبل كده، بحيث إنها كانت ملخبطة ما بين خناقة والله، ومشيت من المحاضرة وكان مشكلة كبيرة يعني. مركزة إن الطاقة السلبية هي الجن والشيطان يعني. أنا رأيي إن الطاقة السلبية حاجة، وإن الجن والشيطان دي مخلوقات تانية بحاجات سلبية تانية ملهاش علاقة. ده رأيي، بالظبط. وده اللي أنا قاريه، وده
انت ايه راي حضرتك؟ بالظبط، لان الطاقه يعني الطاقه ايه؟ اظبطي ها. بيجي لي رسائل بتوقف الصوره، سوري. آه، الطاقه السلبيه دي بتيجي من من ايه، يعني الواحد طول الوقت عمال اشمعنى انا، هو انا ليه ربنا مبتليني، هو ليه مفيش شكر، مفيش حمد، مفيش رضا، طول الوقت في سخط، طول الوقت في عدم رضا، في عدم قبول، في مفيش حمد ولا في شكر ربنا، فطول الوقت عمال تشحن في نفسك طاقة سلبية. القرآن بيشحن طاقة إيجابية، الحمد بيشحن طاقة إيجابية، الأذكار، لا إله إلا الله، الرضا الاستغفار، نفسه الرضا الكلام ده نفسه كله الرضا نفسه الرضا نفسه يشحن طاقة إيجابية. إن أنت بالظبط. تتحرك وتغير من مكانك وتغير من مودك وتعمل نجاحات لنفسك، تعمل طاقة إيجابية. حاجات كتير جدا يعني، لو الاستغفار اللي بيعمل طاقة إيجابية يعني، حاجات كتير يعني، بس مشكلتنا إن إحنا بنهمل الكلام ده. الطاقة السلبية الشيطانية دي بتتولد عن طريق الأسحار اللي بتنعمل زي الأعمال، اللي هي الأعمال. ربنا أعمال يعافينا. بقى، ها. يا رب، الأعمال بقى زي أعمال التفرقة، وقف الحال، الموت، الخراب، آه، كل حاجة، كل حاجة دي ربنا دي يعافينا. بتصب على صاحب اللي هو معمول له العمل ده، بتصب عليه بطاقة سلبية، ما بيكونش عنده أي أمل في الحياة، بيكون حي طيب، شبه ميت. ايه النصيحة اللي تقدري تقوليها للناس عموما بشكل عام، ان هم يتجنبوا اي حسد، والحسد يمكن اقرب عن السحر كمان، يعني السحر ده بيتعمل بفعل فاعل. الحسد الحسد في ناس بيحسدوا غير مقصودة او مقصودة يعني. ملاحظ كتير جدا الناس بقت تحسد الناس، بتسبب طاقة سلبية للناس بشكل غير طبيعي. ما بيحمدوش ربنا، ما بيقولوش ما شاء الله، ما بيذكروش الا هم بيتكلموا او بيتصرفوا. لا تقدري بص، الناس ازاي؟ الأستاذة لميا مشيت، طبعا ظروف النت. أكيد يا إما هتيجي تاني، يا إما هنطلع في حلقة تانية. آه، ف يا أستاذة لميا، وصل من عندك ليه؟ هي شايفاني دلوقتي. أبعت تاني، أبعت تاني إضافة. بسم الله، دوست إضافة كده يا مسهل. نرجع تاني لأن الموضوع فعلا مهم جدا جدا. الحمد لله برجوع أستاذة لميا تاني. فالكلام اللي انا بقوله، او سؤال الاخير يعني، تقدر تنصح الناس ازاي ان هم يحموا نفسهم من الحسد؟ لان الناس كتير بتحسد وهم مش دريانين او بيبقى عارفين ايا كان، لكن فعلا في طاقه سلبيه اول الفتره دي بشكل قوي. تقدر تنصحهم ازاي الناس تحافظ على نفسها من الحسد ويعملوا ايه؟ بصي يا دكتور، الاول اني انا اشيل من دماغي حته الحسد، ان الدكتور احمد هيحسدني، وجارتي هتحسدني، وفلانه هتحسدني، وعلانه هتحسدني. طول ما انا حاطه الحسد في دماغي، انا بجذبه، انا بجذبه تمام. لنفسي. تمام، حلو. فايه، اول حاجه، انا لما يحصل لي حسد ادور على نفسي الاول، وبعد كده ادور على غلط الاخرين. انا اللي غلطت الاول، لاني انا اللي مؤمنه مقتنعه ان اللي حواليا دول هيحسدوني، ففعلا بيحسدوني، لان انا اللي جذبت الطاقه دي ليا، لان الحسد طاقه وانا الله ينور طاقه. عليك، الله ينور عليك، الله ينور عليك، فانا ممتاز ممتاز. انا لما اجي الوم نفسي الاول، لان انا اللي خفت من حاجه وحصلت لي، لاني انا جذبتها عن طريق طاقه الخوف. تمام كده، دي حاجة. ثانيا، لما يحصل لي بقى فعلا الحسد، خلاص أنا اتحسدت خلاص، في عندي الأذكار، في عندي الرؤية الشرعية، في عندي إن أنا لساني طول الوقت بيذكر ربنا، إن أنا أقرأ آيات السحر والحسد وأشربها أنا وأهل بيتي، إن أنا طول ناخد الوقت يكون في قرآن، في قرآن ناخد موجود في البيت. ناخد كلام أستاذة لميا. الحل الاتنين. أول حاجة إن أنا أطلع أساسا الفكرة إن أنا هتحسد أو هتحسد أو طاقة سلبية هتجيلي أيا كان، لأن أنا كده بصدر التردد بتاعه وهو هينجذب ليا.
تاني حاجة إن احنا طبعا نستخدم أذكار الله، نصلي، نتوضأ، نكون طاهرين على الأقل خالص. فدي المحافظة على نفسنا ونبعد عن أي طاقة سلبية. صح كده؟ حقيقي حقيقي. يرحمكم الله. يرحمنا ويرحمكم جميعا. أنا كنت هعتذر دلوقتي. طيب في أي معلومة تقدري تقوليها قبل ما نقفل الموضوع إن شاء الله يا أستاذة أمين؟ احب اقول لاي حد حاسس ان هو مصاب بسحر او بيشوف احلام مزعجة، او ما شابه كوابيس، حاجات زي مهم. كده. بلاش أيوه. يروح للناس اللي هي دجالة، يروح لشيخ أيوه. موثوق فيه، مضمون، يعالجه بقرآن ربنا، بكلمات ربنا. والناس دي يا جماعة ما بتاخدش فلوس، الناس دي يا جماعة ما بتاخدش فلوس، الناس اللي بتعالج لوجه الله ما بتاخدش فلوس، لأن ما بتبقاش عاملاها بيزنس، لأن هنستكفي يا جماعة. مفيش تجارة هنستكفي بكتاب ربنا. هنستكفي بكلام أستاذة لميا بالكلمتين دول، وهنعمل حلقة تانية عن نعرف إزاي الفرق ما بين الدجال والشيخ المعالج فعلا. كلام محترم جدا جدا من الأستاذة لميا، كلام مهم جدا جدا. إن شاء الله في حلقة تانية قريب جدا هنفهم الفرق ما بين الشيخ والدجال ونعرف الفرق بينهم إزاي. وأنا كنت مبسوط جدا 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 يا أستاذة لميا بجد بكلام المحترم جدا جدا ده، مفيد وفادني أنا شخصيا. وبس حبيت أشكرك جدا للكلام الطيب ده. في شكرا يا أي دكتور. حاجة؟ تسلمي لي تسلمي. ويا جماعة إن شاء الله انتظرونا في الحلقة اللي جاية قريبا جدا، هنتكلم عن فروق ما بين الشيخ والدجال. أشوفكم على خير. الحلقة هتنزل تاني على قناتي على علوم الحياة مع أحمد أيوب على اليوتيوب، علوم الحياة مع أحمد أيوب. لو في أي استفسار أو في أي حاجة على الواتساب خاصة بالاستشارات الصحة النفسية أو الاستشارات عموما 0120 28 90 244. سلام. سلام.